السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض ألذ صينية عشاء اقتصادية لولبية عجب العجايب، واكيد كمان ممكن نعملها في الغدا. انا عن نفسي عملتها وجبة غدا من كتر ما هي بتشبع وتملى التانك، بتبظ وتلظ وطعمها حكاية. هنلاقي كل حاجة موجودة عندنا في الرف التاني في التلاجة مستخبيين جوه كده، بس انتوا دوروا وبصوا كويس على الحاجات المنسية اللي قربت تتحلل دي. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني أنا إيمي الشاهي، ما تنسوش اشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه هنجيب طبق غويط عميق وهنحط فيه 3 بيضات كبار او 4 صغيرين، والمكونات اللي هقولها دي تعمل صينيه كبيره قد الدبه. وهحط عليها رشه ملح حلوه كده اهو، وشويه فلفل اسود، ونقلب كله كده مع بعض لغايه لما يبقى عامل زي الميه كده اهو. نتركه جانبا ونقطع بقى الخضار. هقطع 2 بطاطسايه كبيره، بقطعهم الاول شرايح رفيعه بالعرض، وبعدين بقطعهم بالطول كانها صوابع بس رفيعه، وبعدين بقطعها مكعبات صغيره قوي بالحجم ده علشان تستوي كويس قوي، ونقوم بوضعها على البيض ايضا. وبعدين نقطع 2 من الفلفل الاخضر البارد او الحراق مكعبات برضو صغيره، ونضعه ايضا على الخليط السابق. ونقطع 2 من الطماطم الجامده ونضعها ايضا برضو على الحاجات السابقه. يا سلام عليا في اللغه العربيه، ما عنديش يما ارحميني. ناخذ الطبق الاول نكبه فيه طبق اكبر عشان ما يتقلبش بس، وهنحط عليه حته جبنه تركي ناشفه كده منبوذه مغضوب عليها محدش عايز ياكلها، ونحط شويه زيتون متكل قبل كده، وعليهم كوبايه من الزيت. عايزين تقللوا الزيت تخلوه كوبايه الا ربع ماشي، بس مش اقل من كده عشان تطلع كده طريه وجميله وحلوه. وعليهم كوبايه ونص من اللبن. انا حطيت هنا كوبايه واحده بس علشان كبيره مقلبظه. ونجيب بقى الدقيق وناخد منه ونحط على الخليط كوبايتين ونص من الدقيق، ونقلبهم كلهم كده مع بعض. في الاول بنحط الدقيق كوبايتين ونقلب، وبعدين بنحط نص كمان لو احتاجت. المهم ان هي تبقى قوامها مظبوط كده، لا هي سايله ولا هي مكلكعه. وحطيت عليهم باكو بيكنج باودر علشان تبقى عاليه ومنفوشه وفرفوشه. مش مالكه اقلب بايدي الشمال، نبدل ونعمل حبه باليمين، شويه يمين وشويه شمال، عشان انا اتصبت اصابه عمل خفيفه طفيفه كده، واخدت 3 غرز كده على الماشي الحمد لله. بعد كده بقى نجيب الصينيه وندهنها رشه زيت. اخدت الحبه اللي كانوا في الكوبايه، امال ايه يعني، لازم نوفر، قال يعني على رشه زيت. يلا وندهن كويس، ونحط الخليط ونفرد وشه كويس، ونفرد احنا كمان وشنا واحنا بنفرده عشان تطلع حلوه وجميله كده زيكم. وهنا بقى ممكن ندخلها الفرن على طول، او نحط لها شويه موتزاريلا علشان تبظ وتلظ اكتر، وبعدين زوقتها بشويه زيتون علشان هنطلعها في مجله ما تزوقيني يا ماما. وندخلها بعد كده فرن متسخن على درجه حراره 180 لغايه لما بتستوي، بتاخد في حدود من 30 ل 45 دقيقه، وبعدين نولع الشوايه علشان الجبنه تتحمر وبس كده. كالعاده انا نسيتها تحت الشوايه لغايه لما استغاثت كده، بس عادي ما نشفتش برضو عشان طلعتها وغطيتها بكيس على طول، رجعت طريه خالص مولس. نقطع بقى وندوق ونقول هم يا جمل. ممكن بقى عايزين تزودوا اي خضار تاني زي ما تحبوا، خبوا بقى فيها جزر كوسه اي حاجه من الاطفال اللي مش بتحبها ديت، هياكلوها من غير ما ياخدوا بالهم، بس بشروها الاول عشان ما تتكشفوش ويرفعوا عليكم قضيه غش وتزوير. وندلعها كده ونحط عليها بقى شويه كاتشب وبس كده خلاص. جربوها وقولوا لي رايكم ايه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو حبيتوه، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي. نسيت اقفل الكاميرا، يلا سلام.